مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. معكم نوال من قناة الطبخ والخياطة مع نوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الغداء خفيف ظريف، ومع تعطلت اليوم كانت عندي شي اشغال وخرجت وجيت معطله. المهم هذا غداء ديال اللي كيتعطل شويه، المهم راه دغيا كيوجد بسرعه. كما كتشوفوا هنايا عندي هذا الغداء غنديرو بالنقانق او الصوصيص. ها هوايا. المهم هنايا عندي 500 غرام ديال الصوصيص، عندي هنايا واحد المزيج كما كتشوفوا ديال التحميره والكمون والابزار، عندي هنايا زيت الزيتون، عندي هنايا كما كتشوفوا طماطم مقطعه طرونش، باذنجان، فلفل اخضر. هادشي اللي كاين في هذه الوصفه، فهي راه ساهله ودغيا كتوجد وتلضيها في الغفله او شي هذا. المهم راه دغيا بعدا كتلقاي باش ديباني وصافي. دابا على بركه الله غناخذ هاد اللاطه هادي. ها هيايا. اول حاجه غنخوي داك زيت الزيتون، ها هويا. مع راه هو عرفتو هو راه ميدم الصوصيص عندنا ميدم، والدنجال حتى هو ما تيبغيش الزيت كثير. ها هو. المهم تنسيح داك الزويته هنايا. ها هي اول حاجه. هنا كنستف داك الباذنجان. مشاهدينا الكرام، انتم كما كتشوفوا دابا بعد ما استفت هاد الشرائح ديال الباذنجان اللي قطعتها دائريه، دابا هذاك المزيج اللي صايبت ديال العطريه غادي نرش عليه هكذا باش كيجي شويه متبل. ها هوايا. دابا بعد ما تبلتو غندير ديك الشرائح ديال الطماطم، ها هي اللي قطعتها طرونش. ها هي وتا هي نفس الشيء، حتى هي غادا ندردر عليها ديك العطريه. اما الصوصيص فراه هو متبل ما غنضيف ليه والو. دابا غندير دوك الفليفلات وما تبقى من العطريه. ها هو غادي نديرو على دوك الفليفلات حتى همايا. ودابا غيبقى ليا الا غادي ندير الصوصيص. مشاهدينا الكرام، انا دابا ضفت داك الصوصيص او النقانق، ها همايا. ودابا ما بقى ليا الا راه غادي نخشيها ان شاء الله في الفرن باش ملي طيب غادا نتلاقى معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. فهي راه ما كتستغرقش في التصاويب ديال التحضير ديالها حتى 5 دقائق، اكله سريعه. مشاهدينا الكرام، ها هي اللاطه ديالنا ديال النقانق راها وجدات مع داك الباذنجان والطماطم طرونش والفليفله. نتمناها تنال الاعجاب ديالكم، فهي كتعد من بين الوصفات السريعه والضيوف الغفله والانسان لا هكا معطل في الغداء راه دغيا المهم كيديباني به. ودابا انا غادي ندير معكم واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش ها هي. انا غنبدا نوضع طبق التقديم. ها هي راه شفتوا داك الدنجال، داك الدنجال ها هو راه شفتوا، ها هو راه طاب. شويه راه دخلات فيه الفورشيط، ها هو راه دغيا طاب لينا. وها هما دوك النقانق حتى هما راهم تحمروا مزيان. ها همايا. وها هي شفتوا راه كيبقى راه ما درت لا ما لا والو، ديك مطيشه هي تطلق الماء، وداك الصوصيص ما هو ميدم حتى هو كيلقى فاش يطيب. نتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوناش بلي لايك ديالكم، وشكرا.